موجودة في الساحة السياسية. ينبغي أن نوجه لها رسائل، يعني نعم. كل طرف له أهدافه وله وسائله وله غاياته، وإحنا محتاجين نوجه رسائل النصيحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين نصيحة. قالوا من يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم. فالنصيحة واجبة يعني لكل نعم. الناس. ننصح أنفسنا أولا ثم ننصح الجميع. فدي رسالة، يعني عايزين نوجه رسالة لإخواننا من الإخوان، مثلا من جماعة الإخوان الذين هم فصيل كبير في نعم. الحياة السياسية. طبعا الإخوان إخواننا يعني وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. نعم. فهم إخواننا. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما، فقال تكف عن ظلمه. نعم. فأن لو وجدت عند أخي يعني مخالفات أو تجاوزات فمن حقه علي أن أنصحه نعم. وأن أقول له هذا يعني ليس في مصلحتك ولا يعود عليك ولا على الأمة فحدث في من المرحلة نفع. الأولى تجاوزات وحدثت أخطاء. وهم يعلمون ذلك تماما وهم يقولون أن هذه الأشياء كانت تصرفات فردية يعني. نعم. ولكن أنا أقول لهم يعني إن كانت تصرفات فردية هتبقى في لجنة في لجنتين في بلد، لكن لما نلاقي الشكوى عامة من كل جانب من كل البلاد اللي تم فيها انتخابات، في أحيانا ناس يعني يريدون حزب النور فيقولوا له ده الميزان الرمزي بتاعه، يستغلوا بساطة الناس وثقتهم يعني فيهم ان هم مش هيغشوهم، ان هم ينصحوهم. واحدة عايزة حزب النور، واحدة تقول لها من الأخوات اللي تبع الإخوان ده حزب النور خلاص، يعني احنا مش بنبيع بطاطس ولا سكر ولا يعني ايه استغفر الله. خلاص يعني. والتانية صدقت ان هو خلاص فتلاقي خد الحرية والعدالة. فأنا أقول هذا لا يجوز، يعني الغش التدليس بهذه الطريقة، كذب. الكذب. يقولوا لهم ان مثلا ان حرام عليكم وربنا هيحاسبكم، دول السلفيين مش عارفين حاجة في السياسة، دول الجداد والإخوان هم اللي عارفين السياسة وهم اللي انت هتتحاسب على صوتك. يعملوا لهم نوع من الإرهاب والايه نعم. يعني بحيث ان هم استغلوا البسطاء للشعب المصري فضموا إلى أنفسهم أصوات كثيرة ليست من حقهم. فنقول هذه الأشياء وجدت فعلا والإخوة نبهوا عليها، مئات التجاوزات وبلغت فعلا الإخوان. احنا طبعا نحسن الظن بهم، نقول ان هم مش هم اللي اوصوهم بذلك القيادات، ولكن نريد ان يوصوهم في هذه المرة بالصدق والأمانة والديانة، لأنهم يريدون أن يقيموا شرع الله عز وجل. يعني لابد من معالجة هذا الخلل. يعني احنا حتى إذا لم يكن هذا توجها عاما ولا من قيادة الجماعة، فهذا لو كانت هذه أخطاء يعني فردية فيدل على خلل تربوي يحتاج إلى علاج. يعني إن يكون هناك نعم. تصرفات بهذه الطريقة من أفراد كثر نعم. في الجماعة، يدل أن في خلل يدل تربوي. خلل تربوي. يعني لابد من معالجة الخلل التربوي لأجل أننا في الحقيقة لنا مصداقية عند الناس نفقدها بذلك. يعني احنا. هم عايزين يطبقوا الشريعة، نعم. فأنت بتقول أطبق الشريعة، طب أنت في الانتخابات ما بتطبقش الشريعة، الكذب لا يجوز، نعم. التزوير والغش والتدليس كل هذا لا يجوز. نعم. فازاي انت عايز تطبق الشريعة وتستعمل هذه الوسائل، فكيف تؤتمن على الشريعة بعد ذلك؟ نعم. فاحنا في الحقيقة يعني نظن بإخواننا أنهم يريدون تطبيق الشريعة. ما احنا عايزينه هم ما احنا بنظن بهم ذلك، حسن نعم. الظن واجب نعم. على وخاصة دول بقى لهم عمر ودخلوا السجون ولهم بذل في الدعوة، ما نقدرش ننكره يعني، مش ولكن احنا عايزين يظهروا لنا في المرحلة الثانية والثالثة يعني ان فعلا هذه الاشياء يعني كانت تصرفات فردية كما يقولون، وان هم نبهوا عليها، وخاصة ان هم عندهم سمع وطاعة، ينبهوا ان هذه الاشياء لا تتكرر، بحيث ان الإخوة والأخوات التابعين لجماعة الإخوان المسلمين يظهرون يعني لنا الأخلاق الإسلامية والصدق والأمانة. فإحنا مش عايزين عشان الكرسي إن إحنا نخسر أخلاقنا ونخسر ديننا، يعني في شك إن إحنا نحافظ على أخلاقنا وديننا أهم من الكرسي. نعم. عايزين نقول كمان، يعني نستكمل الرسالة ونقول يعني أن الغاية لا تبرر الوسيلة. نعم. أنت غايتك محمودة لابد أن وتبحث تكون عن الشهادة. يعني تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، لكن لا يجوز لك أن تستعمل الوسائل المحرمة، نعم. لأن لن تنصر أبدا. يعني ربنا عز وجل بيقول استقم كما أمرت نعم. ومن تاب معك ولا تطغوا.
خطورة الطغيان، الإنسان يتعدى حد الله سبحانه وتعالى وتجاوز أمر الله عز وجل، أنه لا يوفق، وبعدين لا في تناقض يسدد. يا شيخ محمد، يعني مثلا يعني هم عايزين يقيموا الشريعة، نعم. فازاي يتحالفوا مع الكنيسة ويتحالفوا مع الليبراليين والعلمانيين الكتلة المصرية نعم. في إسقاط مثلا واحد زي الشيخ عبد المنعم، وده معروف إنه هو صوت صادق ويطالب بتطبيق الشريعة وله بذله وله علمه واتجاهه. نعم. فازاي يعني هذا تناقض، يعني أنت بتقول هتطبق الشريعة، طب ازاي تتحالف مع أعداء الشريعة لإسقاط واحد هيكون صوته بجوار صوتك في مجلس الشعب من أجل إقامة الشريعة؟ مش ده وده تناقض؟ منهج في، يعني هو طبعا يعني احنا بنشوف، يعني شايفين في أرض الواقع وفي التحالفات الانتخابية أن الكتل التي تحالف معها الإخوان كجماعة وكتيار، فيها كثير جدا من العلمانيين والليبراليين والناس والنصارى، بتثق فيهم يعني. وأدخلوا هؤلاء المجلس. يعني آه. أنت تدخل المجلس من لا يريد يعني تطبيق الشريعة. واستغلال ثقة الناس، يعني أنا أثق فيك مثلا، فأنت المفروض تخلص لي النصيحة. الناس واثقة فيهم وبتنتخب الليستة بتاعتهم، ما يغشهمش والقائمة قائمة. على رأسها ليبرالي مثلا، آه. قائمة على رأسها علماني. ما ينفعش، يعني فين نعم. الإخلاص، فين الإخلاص للأمة، يعني فين الإخلاص لشرع الله عز وجل؟ يعني أنت عايز تقيم شرع الله، ما بتزج ليه بعلمانيين وليبراليين؟ والحقيقة الرد هيبقى ساعات صعب جدا، لأن هي دي السياسة. يعني البعض عندما تخبره حتى من إخواننا يعني من الإخوان، لما تتكلم معه بهذه الطريقة يقول هو دي سياسة. وبعدين كلام العلمانيين يقول لك نعم. يعني السياسة واقعية والدين مثالية، مم. فعشان كده يقول لك نحو الدين عن حياة الناس. لان دي واقعيه والتانيه مثاليه. الدين حاجه مثاليه والسياسه واقعيه، يبقى لا دين في السياسه ولا سياسه في السياسة في الدين. الدين. يبقى هم كده بيستعملوا مصطلحات الغرب، يعني لا سياسه في الدين ولا دين في أنا عايز السياسه. أقول ده في الحقيقة من الانكسار والتبعية والهزيمه كمان. والهزيمة النفسية الداخلية. إن إحنا في الحقيقة نملك نموذج، ودي رسالة لنا ولإخواننا من الإخوان، نملك نموذج عظيم جدا، نموذج سياسي هائل، لابد للناس أن يرى المجتمع الدولي، يرى هذا النموذج يطبق على أرض الواقع، نعم. أن يروا كيف يتعامل الإسلاميون في المجال السياسي، وكيف يطبقون الإسلام في عارف سياستهم. مصعب بن عمير مع نعم. يعني ابو عزيز بن عمير بعد غزوه بدر، لما لقى مصعب لقى اخوه ابو عزيز، اخوه شقيقه شقيقه. نعم. يأسر احد الانصار، فابو عزيز ظن بقى انه هيوصي عليه يقول له سيبه أصل وكذا، كافر محارب. فقال له شد يديك به فإن أمه ذات متاع. نعم. فقال له هذه وصاتك بي يا أخي، قال إنه أخي دونك. يعني شوف إزاي كان ولاؤه للأنصاري اللي هو من بلد تانية ومن ضد أخيه لأن ليس على ملته، ولكن أنت تقرب العلماني والنصراني وتحالفات معاهم وتتمالأ معهم على إسقاط أخوك المسلم اللي بيطالب بالشريعة مثلك، فهذا نوع من البغي، والبغي طبعا عاقبته وخيمة، يعني نعم. إنما بغيكم على أنفسكم. نعم. فهذه الأشياء طبعا شوهت كثيرا صورة الإخوان، فنحن نرجو أن هي لا تتكرر. احنا بننصحهم، وإن كانت النصيحة على ملأ فإن الأخطاء كانت على ملأ، يعني ما كانتش أخطاء يعني مستورة وإحنا أخطاء كانت بنكشفها، منشورة في كل ده مكان. الولايات الأجنبية تتحدث عنها. وبعدين يجي يقابله مثلا احد الاخوه يعني في الاخوان القيادات، يقابل شيخ ابو منعم يحضنه نعم. يعني احنا ما بيضحكش علينا بكلمه، يعني انت تظلمني وبعدين تيجي تديني بنايه خلاص ضحكت عليا، لا يعني الحركات دي مكشوفه، يعني نعم. ما نسمح بها يعني. فاحنا بننصح الاخوان خلي تعاملنا نزيه، واحنا بنطالب، احنا وانتم بنطالب بتحكيم الشرع. نعم. خلي الشرع برضه حاكم في الانتخابات، مفيش كذب، مفيش تزوير، مفيش تدليس، مفيش يعني خليها منافسة شريفة، خليها منافسة شريفة، نتنافس في طاعة الله. يعني هم لو شالوا الحمل عننا جزاهم الله خيرا. والله احنا في الحقيقة يعني، والله ده معتقد على فكرة، يعني انا بقول احنا لا نبحث عن الأغلبية، نعم، ولا نبحث عن المغالبة. يعني ما انت نصارعش على الكراسي، يعني احنا لنا دعوتنا، احنا في الدعوة، يعني احنا طول عمرنا في الدعوة. ولكن المشاركة السياسية، نحن نشارك مشاركة سياسية ويكون لنا يعني دفع سياسي، فهذا في النهاية هو الهدف، هو مصداقية الناس لهم، ازاي الناس تثق فيهم ويفعلون هذه التصرفات، يعني ازاي يؤتمنون على الشريعة مع هذه التصرفات. نعم. كان في نقطة أيضا خاصة بالإخوان،
هم يعني اخواننا طبعا وحبايبنا، يعني ان في ناس بتستغل بعض هذه الاشياء. ودي بقى النقطة اللي كنت عايز اكلم حضرتك عليها، ان احنا مش عاوزين نصل الى مرحلة الايه، الصراع يعني. الصراع. يعني احنا بنتنافس منافسة شريفة، نعم. لا نريد ان تصل الى مرحلة الصراع. يعني بعض المهاجرين الدعاة. كانوا بيسابقوا الانصار يعني، نعم. فاحنا عايزين زي المهاجرين والانصار اللي كانوا بيتسابقوا لخدمة الشرع ولكن ما هياش ايه، مش مضادة يعني، احنا بنتسابق وما يتسابقون على يعني حاجة. مثلا بعض الدعاة بيقول الاخوان المفسدين. طبعا لا نوافق على ذلك. نعم، يعني يعني هذا. نعم. لا يجوز يعني، احنا ان كانت في اخطاء، ولكن دي يعني ما يخليناش نفقد الثقة فيهم مثلا، او نقول ان هم اخوان مفسدين. لا، هم اخوان مسلمين طبعا، ما فيش حد يقول غير ذلك، فنحن لا نوافق على ذلك. نعم. كذلك لا نوافق على الجانب الآخر يقول هم رجال المرحلة، نعم. والسلفيين كما وكيفا أكثر منهم، بالنسبة للعدد أكثر منهم، يعني مش عايز أقول 10 مرات، يعني أكثر من 20 مرة، كما صرح من هو منهم يعني قبل ذلك الشيخ الاستاذ الدكتور عبد المنعم عبد المنعم مفتوح فتوح. صرح بكده. قال إن السلفيين قد الإخوان 20 مرة، مم. وده كان واضح طبعا في المليونيات اللي بتحصل. كان عدد الإخوان بالنسبة للسلفيين يعني دايبين في وسط الإخوة السلفيين. نعم. ده بالنسبة للكم. بالنسبة للكيف، إن الإخوة عندنا على التزام ظاهر وعقيدة وعلم وأحوال إيمانية نعم. فإحنا كما وكيفا أكثر منهم. نعم. فعشان يلغونا من الساحة أو عايزين هو يظهروا في الصورة إن هم بس اللي بيطلبوا الشريعة. هو اللي بيتكلم ده بيتكلم من منطلق يقول ان الاخوان رجال المرحلة لانهم عندهم خبرة سياسية. فبماذا تجيب عن ذلك؟ هي الخبرة القائمة على غير علم، إذا كانت خبرة مثلا في التدليس والغش والتزوير وموالاة أعداء الشريعة، فبنقر أن هو فعلا عندهم خبرة في هذه الأشياء يعني أكثر منا. ولكن السياسة علم يعني، ما فين السياسة الشرعية؟ فين أقضية يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأقضية عمر بن الخطاب؟ فين السلم والحرب؟ فين دراسة الشريعة؟ طبعا ما فيش شك ان دي هي الخبرة انا عايز اقول الحقيقية. حاجة يا شيخ والله، يعني عايز اقول لهم لاخواننا ان الخبرة السياسية تأتي من الممارسة السياسية زي ما بيقولوا. قل لي يا شيخ، مين كان بيمارس سياسة في عهد حسني مبارك؟ مين عنده خبرة سياسية أصلا؟ ما كانش في أساسا، ده هي أصلا ما كانش في ممارسة سياسية في ده ده احنا وهم أول مرة ده احنا أول مرة نقول يا سياسة، يعني أول مرة نقول نخاطب ونتحرك سياسيا ونخاطب شغل بلطجة وتزوير من الأول، يعني كانت ديكورية لا قيمة لها. بل إن القرار السياسي الصحيح في ذلك الوقت هو قرار السلفيين. نعم. هو المقاطعة، إن أنت دخلت داخل منظومة، لما دخلت داخل هذه المنظومة في الوقت ده يعني. كنت أنت الديكور بتاعها، أنت المعارضة بتاعتها، وفي الآخر النتيجة محسومة. بالإضافة إن الثمن كان باهظ جدا، كان يدفع ثمن باهظ جدا. بيسجنوهم قبل الانتخابات طلعوا بعد الانتخابات، وبالإضافة لتضحيات في العقيدة وفي المداهنة في الدين من أجل أن فكانت السياسة المقاطعة في الوقت ده. نعم. فهو الحقيقة اللي بيقول إن خبرة سياسية أو إنها رجال المرحلة بناء على الخبرة، في الحقيقة فيها قدر من الإيه؟ فيها قدر من المغالطة. وأنا عايز أقول إن إحنا الدولة كلها، ودي قضية بقى حضرتك، يعني إن الدولة الآن تحتاج إلى جهود كل الناس. نعم. وكل الفصائل هم يعني يضعفون عن يعني تحس ان في حرب جامده جدا للشرع، لان هم وحدهم لا يقدرون واحنا وحدنا لا نقدر. نعم. فينبغي ان تتكاتف كل الجهود، وان احنا زي ما كلهم بيتلموا على بعض كده، العلمانيين على الليبراليين على النصارى على كله. نعم. في ضد الاسلام. المفروض المسلمين ايضا يكمل بعضهم بعضا ويقوي بعضهم بعضا من اجل اعزاز الدين ورفع الشريعه يعني. احنا ينبغي أن نكذب الوكالات الأجنبية التي تقول أن الإخوان لن يتحالفوا مع السلفيين، أو أن السلفيين لن يتحالفوا مع الإخوان. النهارده في الأهرام، ودي طبعا تؤخذ على جريدة الأهرام، المفروض تكون منصفة. يعني هو أمين الحزب تقريبا قال إن إحنا لن نصطدم مع المجلس العسكري ولن نتحالف مع السلفيين. نعم. فشوف الجرائد زي مغرضة يعني، زي يجيبوا دي عنوان كبير بالأحمر ده كلام اتقال ممكن يجي بالخط الصغير في وسط الكلام يعني. هو كلام طبعا من الإخوان خطأ، يعني إن هم إحنا أقرب الناس لكم، إزاي تقول لهم مش هنتحالف مع دول، وفي نفس الوقت في الكلام في منتهى الرقة ومنتهى المشاعر الطيبة والحب والحنان مع النصارى ومع العلمانيين، ولكن السلفيين لن نتحالف. صحيح إن كانوا قالوه هو قول طبعا خطأ لا يجوز لهم،
ولكن الإعلام إزاي بينمي هذه هو بيرسخ. الإعلام بينمي وبيرسخ وبيقوي هذه المبادئ، وكأن ده دستور ينبغي أن تحافظوا عليه، اوعوا تتخلوا عن هذه المبادئ، بحيث ان احنا السلفيين يخبطوا في الاخوان. في يقول لك النهاية احنا ضيعنا السلفيين ويتفرج بقى عليهم اخوان في السلفيين. يبقى اشتغلنا زي فرق تسد، يعني كما كان النظام السابق يفعل. نعم. يضرب الاخوان بالسلفيين ويقول ده قالوا عليكم كذا، فاحنا بنحذر طبعا الاخوان، نحذر السلفيين. نعم. دي بقى رسالة، يعني دي رسالة برضه لازم لاخواننا، يعني احنا دي رسالة عامة لاخواننا السلفيين. نعم. ان احنا نحذر من ان نكون يعني جبهات متصارعة. عايزين نكون إخوة متعاونين كما قال عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فحتى لو حصل أخطاء وبغي علينا فإحنا نصبر ونحتسب ونرجو أن هي لا تتكرر، وفي نفس الوقت ما نعمقش، ما نقولش دول الإخوان مفسدين ويبقى شغلنا الشاغل إن احنا نضرب في الإخوان، والإخوان شغلهم الشاغل ضرب في السلفيين. يعني دي مكيدة. احنا لا نقبل ابدا ان تكون الامر في النهايه اهلي وزمالك، يعني زي ما بيقولوا يعني. لا طبعا يعني احنا لا نقبل ابدا، يعني عايزين احنا رساله لاخواننا كلهم يعني. في بعض يعني. نعم. طب يا شيخنا، احنا برضو عايزين نستكمل رسالتنا لاخواننا بقى. ما هي يعني إخواننا دي رساله بقى عايز اركز عليها تاني. دي للاخوان والسلفيين. لان عايزين نحذر الجميع من اخواننا الاخوان المسلمين والاخوه السلفيين، نحذرهم من ان الاعلام قد يكون له، بل بالفعل له مصلحة في ان هو يوقع بين الايه، بين الاخوان، بين الاخوان، وبحيث ان هم يعني يقضي بعضهم على بعض، نشوههم وهم يشوهونا وننشغل ببعض، فلا ننشغل بالهدف بالقضية الاساسي والهدف وهو اعلاء كلمة الله عز وجل وتحكيم شرع الله عز وجل. حضرتك يعني متابعة القنوات الفضائية اللي لها غرض معين، يعني نعم. لما تجيب مثلا واحد من الاخوان وتجيب واحد من السلفيين، بيبقى غرضها الوقيعه يعني. يعني لما يبقى مثلا، لما يجي الاخ بقى يعني بفضل الله الاخوه عندهم فهم، يعني اخواننا في الاخوان يتنبه لهذا الموضوع ويحاول يخرج من يبقى المذيع متضايق جدا وعاوز يعني عايز يوقعهم على الهواء قدام الناس. فنسأل الله السلامه، يعني لابد من الحذر. يخلوا بالهم برضه. نعم. يعني ننصحهم ان هو يخلوا بالهم. دول اخواننا، زي ما كان امن الدوله زمان لما كان يقول ده الاخوان بيعملوا كذا والاخوان بيعملوا كذا، فاحنا كنا بنفوت عليهم برضه، نقول لهم دول اخواننا ودول في الساحه معانا وما ننكوش عليهم. لما كان حد بيكلمنا عن الاخوان نقول له دول اخواننا، والشيخ حسن البنا كان له مناقب وكان له، حتى لو في خلاف بيني وبينك بس انت اخويا، يعني انا هنصحك، هقول لك بيني وبينك، بس ما فرجش الناس على ما عمقش هذا الخلاف وما فرجش الناس عليه، يعني عشان ما يسقطش الاسلاميين من نظر الناس جميعا. وفي الحقيقه الفكره الاسلاميه كلها والتجربه الاسلاميه كلها محل احتكاك الان على المحك. الان على المحك تنتقل من الدعوه الى الدوله. ولو فشل الاخوان مش هيقولوا الاخوان، هيقولوا الاتجاه الاسلامي كله. لو احنا فشلنا هيقولوا الاتجاه الاسلامي والاسلاميين فشلوا. لان احنا في اسم كبير بيجمعنا ان احنا كلنا اسلاميين.